رسالة لجماهير نادي الأهلي، الناس اللي زعلت عشان هم خسروا وطلعوا من البطولة، كانوا نفسهم يقابلوا ريال مدريد. انتوا زعلانين ليه؟ يعني انا عايز افهم، يعني انتوا زعلانين ليه؟ ما كل كده كل سنة بتاخدوا أبطال الدوري، بتاخدوا أبطال أفريقيا. يعني مش ما كنتش مثلا ان انتوا هتقابلوه السنة دي، هتقابلوه السنة الجاية، هتقابلوه السنة اللي بعدها. انتوا كده كده هتلعبوا كمان 3 4 شهور في كأس العالم للأندية. وارد ان انتوا تقابلوه، ممكن تقابلوا مانشستر سيتي. يعني انا مش شايف يعني يعني هي دي اكبر مشاكلكم، ان انتوا مثلا كنا خلاص، يعني كان هنقابل ريال مدريد وما عرفناش. آه، موضوع بسيط خالص. يعني احنا كان عندنا مشكلة، احنا ما عندناش مدير فني. يعني احنا عندنا ماتش كان بيتلعب ومفيش مدير فني. جايبين احمد مجدي هو اللي يقود الفريق، ما عنديش مدرب. يعني انت اكبر مشكلتك ان انت مش هتلاعب ريال مدريد، وانا اكبر مشاكلي انا ما عنديش مدرب. ده غير ان انا ما عنديش لعيبه، يعني الاثنين. فما تزعلوش يعني الموضوع انا ما اعرفش بصراحه. يعني المهم، آه، وبالنسبه لموضوع كهربا، ناس كتيره بتقول لك ان هو واخد اللقطه، يعني حب ياخد اللقطه. على فكره هو ما لا حب ياخد اللقطه ولا اي حاجه خالص. الترتيب اللي محطوط بتاع اللعيبه ده اللي حطه المغفل بتاع المدير الفني بتاع الاهلي، هو اللي حاطط الترتيبه دي. ومفيش كهرباء، مفيش اصلا حد في اللعيبه بتاعت النادي الاهلي يقدر يكسر ترتيب المدربين عشان يروح ياخد لقطه او يعمل الكلام ده كله. ما يقدرش، ما بتحصلش في النادي يعني، صعبه جدا يعني. فده الترتيب اللي محطوط ده هو ترتيب المدير الفني، هو اللي حاطه يعني. وهو اصلا يعني مدير فني بصراحه يعني. معرفش يعني، ضايع. مش هتكلم في تغييرات ولا الكلام ده، بس هو اصلا فنيا ضعيف جدا. يعني هو بس المنظومه اللي مساعداه وكان تألق اللعيبه الفتره اللي فاتت دي هي اللي ساعدته، بس مش اكتر يعني. لكن هو ضعيف فنيا خالص يعني. بالنسبه بقى للزمالك والمصري، كويس ان الزمالك كسب 1-0 وكده. احنا بقينا اول المجموعه، ده اقصى الطموح بتاعنا. نكون اول مجموعه في الكونفدراليه. ما احنا ما اعتقدش يعني احنا هنلعب على حاجة تانية غيرها. يعني ما اعتقدش يعني، ما سيبك من قصة الدوري بطولات اللي هي النفس الطويل دي، ما اعتقدش الزمالك يعني هياخد فيها اي هينافس عليها يعني. غير بقى المصيبة الاكبر بقى، انتوا جايب يعني دونا عن المدربين كلهم، جروس يعني. انا ما اعرفش يعني، ده بقى له 3 سنين قاعد في البيت، ما بي مش شغال. ده نسي الكورة، ده حرفيا نسي الكورة. الراجل بقى له 3 سنين قاعد، 71 سنة. ما تجيب مدرب صغير يا عم، ما تجيب حاجة 40 حاجة و50 سنة، يبقى على الأقل يفتكر اسم اللعيبة، عشان لما ينده على حد يبقى فاكر هو بينده على مين. انما انت جايب لنا واحد خلاص، ده ميت بقاله 15 سنة. وبعدين لو ما كانش متاح، هات حد من الدوري المصري، هات طارق مصطفى يا عم، هات علي ماهر بتاع المصري ده. ايه مشكلته انه اهلاوي؟ ايه المشكله يعني؟ ما الجوهري قبل كده كان اهلاوي، جه درب الزمالك وخد بيه الدوري والكاس وخد بيه بطوله افريقيا. هات يا عم اي حد من الدوري المصري. انما انت الراجل ده ما يعني التشكيله بتاعته ما عندوش تغييرات وما عندوش لعيبه بره. هو بيلعب بال11 لعيب في اي بطوله، في اي موسم، في اي ماتش، ما بيغيرش. مش فاكر غيرهم اصلا. ف ربنا يستر، ربنا يستر على بروس كده من الفتره اللي جايه. انا مش متفائل فيه بصراحه يعني.